الاستغفار. قال الله جل في علاه لبني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأمددناكم بأموال وبنين، وأنت مرهون استغفارك، مرهون مددك في المال والبنين في استغفارك. في سورة نوح: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يمددكم بأموال وبنين. فالمدد هو من عند الله. أمد بني إسرائيل، أعطاهم إياه عطاء، وأنت مشروط مددك من عند الله. هذا التمكين، المال، تمكين قوي، بنين، كل هذا من عند الله بالاستغفار. المسلم مشروط مدده من عند الله بالاستغفار. وصلت؟ طيب كيف بدنا نستغفر؟ كم نستغفر؟ الذين عاشوا الاستغفار يبينوا لنا، والمنظرين يعني يتنحوا جانبا. المنظر فليسمع ويأخذ على عاتقه أن ينهض في هذه الأمة ويمسك مسبحته، ولا يقولنا هاي بدعة، ولا يقولنا لم يثبت. ما نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام والله سننتهي عنه، والله لن نتزحزح قيد أمة عما نهانا رسول الله. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهناك نعم بدعة حسنة، وهناك بدعة مأجور عليها، ولكنها لا تتنافى بالدين. إذا أنا كررت استغفاري وأكثرت فيه وبينت لك ماذا غير لي حالي الله جل في علاه عندما لزمت مثلا، مش من باب تحديد الأوراد، هاي كلمة جديدة أجت علينا لكني أنا لا أعرفها في الماضي. عندما لزمت الاستغفار ب30,000 استغفار، مش من باب 0 أو قرأت سورة البقرة 4 مرات، مش من باب 4 مرات. يعني أنا عشت هذه تجربتي أبينها لك. فكل واحد بده يبدأ يعيش فليبدأ يعيش عشان إحنا ننهض. لأنه يا عمي يا شيخ الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندما يأتيك شاب ويقول لك أنا ساقط في ذنوب الخلوات، ما بتعرفش تجاوبه. بدك تقول له عليك أن تنتهي، ما هو فضح حاله أمامك. يعني أنت تجيب له عمي. إحنا لا نستطيع أن نمسك أنفسنا. من الذي يمسكنا؟ الله. كيف؟ بسورة البقرة. وصلت؟ كيف؟ بدنا نقراها. من عنده تجربة؟ أنا عندي تجربة بينتها والناس وجدت ما أقول، والفضل كل لله وأنا لا شيء. مفهوم؟ أنت عندما تقرأ سورة البقرة وتبدأ تقرأ سورة البقرة ولكنك تقرأ كل الكتاب، كل كتاب الله، أول شيء أصلا أنت مأمور أن تبلغ آية. نعم، من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أنا الله فتح علي بهذا العلم، أريد أن أبينه لكم. فإن أنا كتمته لنفسي والأمة في ذيل الأمم، وأنا عرفت إن الله أخرجني من دائرة هذا الذل والهوان والتخبط والتيه 40 سنة وأنا تايه ومش عارف. أظن إن المشكلة في التجارة، دور في هذه التجارة، دور في تلك التجارة. عندما وضعت إصبعي على الذنوب فإنه ليس بلاء يا أخي، إننا نحن تحت العقاب. عندما ننتهي ونلزم أسباب الفتح سيفتح الله علينا. أسباب الفتح هو الاستغفار. نعم، فقل استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. غفار يغفر، يرسل السماء عليكم مدرارا، علامة الاستغفار، علامة المغفرة والقبول. يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وبدات الحياه يعني هكذا حياه جميله ما شاء الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. بدات ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هاي بدأت الآيات تتجلى. ماذا نفعل؟ كم نفعل؟ لازم الاستغفار بالليل والنهار. بالليل والنهار. من لزم الاستغفار، هذا حديث صحيح لرسول الله مع انه يعني فيه ضعف، بينا لماذا، لكن كل الذين لزموا الاستغفار رزقهم الله من حيث لا يحتسبوا. فهكذا نعيش حديث، نعيش، نبدأ نعيش. قرأنا، حللنا، بطل ينفع التحليل بطل ينفع. وانت واقف بدك توقف حجر عثرة امام الذين وجدوا وهم بالالاف والعشرات الالاف، اصبحوا الان اصبحوا ملايين. فحرام، والله حرام، والله سيحاسبك الله. ليه ما تاخذش مسبحتك وترى ماذا يفعل الله بك مع الاستغفار؟ لماذا لا تاخذ سورة البقرة وتكررها وترى ماذا سيفعل الله فيك؟ نعم، لو كنت حافظ لكتاب الله ولو كنت حافظ لسورة البقرة مش مثل ما تكرر. عشان ابين لك التكرار له كل يوم تكرر سورة البقرة، هذا لا يمنعك انك تقوم في كل العبادات. نعم، فلا نقول اين ذهب ذاك واين ذهب القرآن واين ذهب الصلاة على رسول الله، وما منعناك ولا عن اي شيء. النهار طويل والبركة موجودة في سورة البقرة ان شاء الله. كيف نعيش؟ حديث رسول الله قال: اقرأوا البقرة. هيا تبو امرك الرسول عليه السلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وترك حسرة. بدك تتحسر إن كنت عالم وإن كنت صغير وإن كنت كبير، بدك تتحسر بدون سورة البقرة ستتوه. فما هو الضامن إلي إني أنا أكون على دين؟ أنا بضمنش حالي.
أنا ما بضمن حالي، لكن سورة البقرة هي الضامن من فضل الله وأسرارها، والله استودع فيها أشياء ستراها بأم عينك يا أخي. ما إن تشرع في قراءة سورة البقرة ستبدأ تتجلى عليك، لربما بعد أسبوع تبدأ: لماذا حدث لي كذا؟ لماذا حدث لي كذا؟ لماذا يحدث لي كذا؟ لماذا لم يحدث لك مع قراءة مع حفظ كتاب الله؟ لماذا مع سورة البقرة بدأت تسأل لماذا حدث لي كذا؟ هذا هو. فالحمد لله رب العالمين. نبدأ نطبق أحاديث رسول الله، نبدأ نعيش أحاديث رسول الله، نبدأ نعيش الآيات، مش فقط نحلل هذه الكلمة معناها كذا، وهذا اللغة العربية ضعيفة لا نأخذ منه ولا حرف، وهذا أنا عارف شو ما فيش عنده علم شرعي. يا عمي الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. نعم، رب أشعث أغبر عرف الله ولو أقسم على الله لا بره. فأنت ما تدخل بأنه بيعرف لغة عربية ولا بيعرفش لغة عربية أو هو متعلم بالشريعة. والله لو خيروني طبعا، وكله فضل عظيم، كله فضل عظيم، لكن في درجات. أن آخذ علم شرعي أو إني أحفظ كتاب الله كله أمر عظيم وتاج ويشفع لأهلي، أو أخذ بلغ عني والآية عيش آية. والله لا عشت الآية، وسأقولها حتى إني ألقى الله بدي أعيش آية حتى أبلغها، لأني بالآية هذه سأحيي أمة. ولكن هناك ملايين الملايين الملايين من حفظ كتاب الله، هناك ملايين 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 الكتب التي كتبت في أوامر الله. لكن كيف نعرف الله؟ من خلال بلغوا عني ولو آية. تعيش الآيات، تعيش الاستغفار ليله بنهاره، وتبدأ تقطف ثمار الاستغفار وكيف الله يغير حالك، وتبدأ تقرأ سورة البقرة وترى الله كيف إنه الله سيحسن خلقك يا مسلم، ويشلحك هذه السقطات التي هي سبب ذل هذه الأمة، سبب انبطاحك تحت الشهوة، ستراه قد حلقه الله بسورة البقرة. حلقوا حلاقة كما تحلق الشعر عن الرأس. كل هذا الذل والهوان وانبطاحك تحت الشهوة، وتظن انه رزقك عند فلان وتتملق فلان. والله جل في علاه كيف اعيش حديث رسول الله الذي قال: يا غلام ألا أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده اتجاهك. من الذي يحفظني؟ أنا لا أستطيع أن أحفظها لي. سورة البقرة تحفظك. من الذي يعني يجعلني إني أنا إذا سألت فلا تسأل إلا فاسأل الله؟ من؟ سورة البقرة. بدون سورة البقرة ستسأل كل الناس وتروح على البنك وتجيب قروض ربوية وما تترك مكان ولا تترك محامي ولا تترك أي شيء، بتبحث عن خلاصك. عشان هيك خلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركب حسرة. إذا سألت فاسأل الله. كيف تسأل الله؟ بعرفش، ما أنا مذنوب معبي الدنيا، من الله لا يستجيب لي. هذا الشيء، هذا الجمال كيف إنك تعيش. اقبل يا أخي منا هذا الكلام، اقبل يا أخي لوجه الله. يا أخي خذوا على عاتقك لا تنشره، خذ على عاتقك وعيش وأنت يا شيخ، إلا أنت يعني بارك الله فيك، عيش وأنت هو عندما يتجلى. فإذا كان لك مكانة مثلا بالمجتمع ولك ملايين مش متابعين، بين لهم، قل لهم عشت أنا الاستغفار، عشت سورة البقرة، عشت والله تجلت وتلألأت وبدأت تفكيري يتغير، لأنها هي إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها تركها عصرة. انت بتذهب وراء المسميات. من اين لك 4 مرات سورة البقرة؟ من اين لك 30,000 استغفار؟ تمنع الناس من الخير بهذا الكلام. ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسحك اياك انت تخرج من المله اذا استغفرت 30 او 40,000 استغفار. انا ما حددتش، هكذا طلعت معي. نعم، ما حددت، ما قلت لك عيد ميلاد وكذا وكلام فارغ من هالشكل. فما دخلت على باب التيه هذا تبع تحديد الاوراد. فسورة البقرة هي الحسن الخلق، هي الفطرة السليمة، هي فهمك الصحيح لله، هو القطار السريع لمرضاة الله، هي القطار السريع لمرضاتك أنت، ترضى من عند الله، رضا تام 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 تام، سكينة تتنزل عليك من عند الله في سورة البقرة. يا أخي معنا حفظ كتاب الله عندما عاشوا من الاستغفار، اسمع كل حفظ كتاب الله عندما يردد سورة البقرة ماذا يحدث معهم. فيها ثقل سورة البقرة، تختلف عن كل كتاب الله. ما قلنا تهجر كتاب الله. طبعا أنا لا أنا أنصح بعدم هجران سورة كتاب الله طبعا. فسورة البقرة وشيء من يسير من القرآن. طيب، إذن لي أن أبين لك أمور. إذن لي وجدنا الخير العظيم بعدما طبقنا كل هذا. طبقت حديث الثلاثة الذين أخذوا المطر فأووا إلى غار وسألوا الله بصالح أعمالهم، سميتها مقايضة. بدك تعرف إن الله أيدني بهذا الأمر. أقسم بذات الله، والله الذي رفع السماء بلا عمد،
والله لا طلبت ولا شيء، ما إن نزلت واحد طعن لسه بفرجيك الرسالة تبعته نزلتها قبل يومين. وإذا والله وإذا إخوة منزلين مقايضة ورؤية ومقايضة ورؤية بهذا الكلام. الرؤية من عند الله، ومن يكذب بالرؤى سيؤمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع أن يعقد بينهما الذي يكذب بالرؤى، فسيبقى في عذاب. يعني إن من أكبر الفرة هو أن تري عينيك ما لم ترى، فما تكذب بالرؤى. فالرؤى من عند الله. لماذا يأتوا برؤى؟ من عند الله ما هي، والرؤى من المبشرات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤى من المبشرات، وهي جزء من 46 جزء من النبوة. فخلينا نشوف كيف ان الله بعث رسائل. والله ما ان بدأت الاستغفار بعد ان ذهبت الى مصر الحبيب في 2022 وكانت انتهاكات لا تحصى، قلنا الامه تعذب بذنوبها، ما ان لزمنا الاستغفار ب 30,000. تذكرت هذا بال 2015 عشته، طبعا مش 30,000 يعني اكثر اقل، لا مش اقل، انا ما اخذته اقل، انا دائما اكثر. نعم، لانه لازم يكون عندك سقف ولا بتخرب كل شيء. المهم، واذا السماء ملبده بشهر الصيف، مش بالصيف طبعا. 2015 كله بالصيف كان، وقضى الله عني دين اكثر من $80,000 والترتيب كلياته بينته، قصه مع الاستغفار بال 2015 بينته كله. وهذا الشيء عندما اقسم بالله، عندما كتبت تدوينه هيك، اول طال الله المطر كان على الفيسبوك، هاي القناه لم تكن موجوده، والله ما كان في راصد. يعني الراصد بيعطي 10 ايام، انا يعني التدوين كانت تقريبا 18 يوم قبل ما ياتي الراصد انه ببين عليك شيء. وهذا دونته على الفيسبوك، ما كانش هي القناه موجوده. وبدات السماء تتلبد بشهر الصيف، مع انما لا تمطر بالصيف. وما ان يعني مرينا 6-7 ايام واذا الراصد بيعطي مطر. الله اكبر. وبعدين جاء المطر وبداوا يبعثوا لي، والاخوه الذين راوا كان معي اخوه بداوا يستغفروا، بداوا يبعثوا صور من بلادهم. نعم، من بلادهم انهم امطروا، وهذا جميل. فبدات تتحقق هذه الاستغفار عندما عشناه. عرفت ان الله جل في علاه يريد ان يغير لهذه الامه. اقسم بالله عرفت ان الله يريد ان يهيئ لهذه الامه امر رشد. والله لو انه جل في علاه ما حقق لي اني انا كتبت هذه التدوينه. طبعا احنا عملنا كل هذه المقايضه، عملنا مقايضه مع الله. هي اصل هذا العمل كله مقايضه مع الله، ان يرفع الله الغمه عن الامه وانفسنا وعن مصر الحبيب. ولا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. نعم، لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم. كل الذي يحصل له من ورائه حكمه، ويريد الله ان يعني لربما يعمل شيء، ونحن الحمد لله مستمرين في المقايضه في كل هذا الاستغفار. عسى الله ان يرفع الغمه عن الامه والمصر الحبيب وعن انفسنا وعن كل بقاع الارض التي تحت العقاب، يعني تحت الظلم. خلينا نشوف المقايضه كيف اخ بعث الرساله وكيف بدات شو اسمه عشان استمر. بس دقيقه ان شاء الله. بدي اياكم تصوروا الشاشه برجاء. ننتقل من تحليل الاحاديث الى عيش الاحاديث. هذا اللي بدي اوصله. انت حللت كثير، قلت ماذا فعل الصحابه، وبدات تقود هذه القصه مكذوبه وهذه ضعيفه وتلك ضعيفه وتلك مكذوبه. ايش الاستغفار؟ ما لازم الاستغفار. ما لازم الصلاه على رسول الله؟ الزم الصلاه على رسول الله. اقرا البقره. ما يعني اقراها، ما تقولش 3 ايام، انت ما بتعرفش. انت اذا بتعرفش تقولش انه يعني اظن انه 3 ايام ولا 4 ايام. خذ من الذين عاشوا سوره البقره. اذا انه يتغير. انت كشيخ كبير عالم مثلا، الله يرضى عليك، خذها لنفسك، عيشها، وعندما تتجلى عليك لربما شهر شهرين تعرف كل كلامي شو العيب فيه، وكله حسنات واجور عاليه جدا عند الله، 250,000 حسنه فيها. فما العيب بذلك انك تجمع حسنات وتشوف ماذا ستقلب في حياتك. سوره البقره، وتبدا تعرف ما معنى اقرأوا البقره فان اخذ بركه وترك عصره ولا تستطيع البطله. طبعا يا هوتي انا اريدكم ان تصور الشاشه افضل لي، يعني لانه ما فيش عندي وقت. كمان شوي اذان الفجر ان شاء الله. هذه الليله 29. اسال الله ان يجعل هذا ليله يعني الله ان يفرج كرب الامه كلها ان شاء الله. فهنا ان شاء الله نتوب من الذنوب. صور الشاشه برجاء وننتقل الى هذا. كان في طعن اذا انتبهت بالاحمر معلم المقايضه، والعلاقه مع الله ليست مقايضه،
نعم نتوسل إليه بعمل صالح عساه سبحانه الله أن يستجيب. بس سجل صور الشاشة أفضل عشان كل الكلام هذا نزلت فيه درس أنا. لا الآن نأخذ هذا. والله وجدته في الفيسبوك أقسم بالله. طبعا هاي رسالة كانت واحد ماخذها من عندي، من هاي أنا من السعودية. استغفرت 30,000 استغفار لفترة وقايضت الله. هذا والله أجت هكذا ثاني يوم وقايضت الله. قلت اللهم إن كنت تعلم إني استغفاري تصديق بوعدك وابتغاء رضاك، فعافي أمي لآخر لحظة في حياتها واشفيها. فشفيت أمي وصارت تطلع من البيت وتروح وتيجي وبخير الحمد لله. بخير الحمد لله. ما كانت تخرج أمي من البيت مع إني كنت أقرأ من البيت. ما كانت تخرج من البيت مرة. كنت أخدمها وأرجع بيتي أخدم أولادي، وكان ذلك فيه مشقة علي، فعافاها الله بفضل الله. الاستغفار. جزاك الله خيرا أبو أحمد. طبعا أنا أبو أحمد، جزاك الله خير، نفع الله فينا وفيكم إن شاء الله. طيب هنا بلغ أخونا محمد حجازي قبل 3 أيام في فيديو علق عنده عن رؤية. علقت عنده على رؤية رأيتها بخصوص المقايضة. رأيت أحد يقول أريدك أن تقرأي شيئا في يدك، فمسح إصبعي وطلعت آيات بخط صغير. لم أبالي بقراءتها، وقال امسحيها. مسحتها وقال افتحي يدك، ففتحتها ولقيت مكتوب بخط فضي يتلألأ المقايضة. وقمت فرحة قلت لن أتركها ما حييت. طيب هاي المقايضة هي ال3 الذين أخذهم المطر أو الغار. تدحرجت صخرة أطبقت باب الغار، كل واحد سأل الله في صالح عمله. هذا بينته وأنا عملت فيه وخطفت ثماره مرارا وتكرارا، وسألت الله يا رب إن كان الناس يعني وجدت من هذا الكلام شيء. فهي جاءت الجواب مباشرة. جاء الجواب مباشرة بعد ما نزلت الدرس. والله لا طلبته، وهذا حتى منتدى آخر أخذ من قصصي. نعم فلينشروا قصص المستغفرين، عسى الله أن تستفيق هذه الأمة وأن ينفعها الله. فهكذا المدد والتمكين بالاستغفار، العلم النافع ومعرفة الأمور وخلع الذنوب هذه التي سودت وجهنا. سورة البقرة